سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. لم ترقب عصابة الأسد في أهلنا إلا ولا ذمة، فهو لو استطاع أن يمنع الهواء ويحبس القطر من السماء عن الشعب السوري لفعل، ومع مرور الأيام يضيق الخناق على الشعب السوري. أملهم فقط بالله وبإخوانهم المسلمين الذين ساندوهم، وانطلقت حملاتهم الإغاثية تروي عطشهم وتهون عليهم. حملة السلال الغذائية التي أشرف عليها الدكتور فرحان عبيد الشمري كانت أنموذجا بالبذخ والعطاء، فسلالهم وصلت إلى ما أمكن من اللاجئين وذوي الشهداء والمعتقلين، ولهم في رسول الله أسوة حسنة. لم ينسوا فضل الله عليهم فشكروه بطاعة الإنفاق، زرعوا البسمة على شفاه أضناها الزمان. فلكم عنا أن نقول لكم بارك الله لكم في مالكم، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فليس المهم أن تكون في النور حتى ترى، ولكن المهم أن يكون في النور ما تراه. فمن أطبق عيناه عن محنة الشعب السوري بعد اليوم بأي حال سيلاقي ربه، ولكل مجتهد من عمله نصيب. فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله به عنها كربة من كرب يوم القيامة. حملة السلال الغذائية كانت فرجا سد بعض احتياجات المحنة التي يعيشها أهلنا في الداخل السوري الجريح. الله يجزيك الخير وشكرا للدعوة. قوائم الإغاثة تتضمن إخواننا اللاجئين في ريف دمشق، خاصة أهلنا في دارية والمعظمية، بالإضافة لذوي الشهداء والمعتقلين والمتضررين من الأحداث، ولعوائل أخواننا الثوار نصيب. يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع. أنتم إخوتي خير هذا المتاع.